اولا السلام عليكم ومرحبا بكم في قصه جديده. القصه اللي غتسمعوا اليوم ماشي بحال اي قصه. قصه كتهضر على الخيانه الزوجيه وماشي اي خيانه. غتقولوا لي كيفاش؟ نقول لك غكمل معايا القصه حتى الاخير وتبع معايا الاحداث ديالها من الاول حتى التالي، وغادي تفهم القصه علاش كنهضر، وغادي تفهم علاش كنقول لك هاد الخيانه هادي من بين اكفس خيانه اللي غادي تشوفها في الحياه ديالك. نبداو القصة على بركة الله. وقبل ما نبدا القصة، درتي لايك؟ درتي شي تعليق زوين؟ يلا دخل معايا واسمع معايا القصة. تخيل معايا انت والمرة ديالك اللي عايشين في واحد الدار بخير وعلى خير، ترونكيل، ما خصكم حتى شي حاجة. وبسبب واحد البنت اللي هي الصديقة ديال المرة ديالك، وغنوقف هنايا وعقلوا على هاد الصديقة هادي عليها دايرة القصة كاملة. لهذا كنقول لكم رفقاء السوء حاولوا تبعدوا منهم، وحاولوا انكم تختاروا الشخص المناسب في المكان المناسب. نرجع لكم للقصة. نسميو محمد. دائما انا كنبغي نبدا يعني بهذا الاسم هذا. نقولوا محمد والمرأة ديالو عايشين في امان الله وحفظه بخير ترونكيل، حتى كتدخل عليهم واحد السوسة. السوسة هي الصديقة ديال الراجل ديال المرأة ديالو. كتدخل عليهم، يعني ماشي زعما دخلت عليهم للدار ولا شي حاجه، وانما صديقه ديال المرأة ديالها، راكم عارفين كتجي عندهم للدار عادي نورمال. ولكن هذيك الانسانه عندها واحد السمعه اللي خايبه، كما كنقولوا، كما كتكونوا عارفين شي وحده عندها سمعه اللي خايبه، راه كلشي كيبدا يهضر عليها. عندها واحد السمعه اللي خايبه، وغتقولوا لي علاش. ارجيكم القصه والاطوار ديالها. هاد الانسانه نسميوها بليلى. ليلى. ونسميو المرأة، ونسميو مرات محمد نسميوها أميمة. على الله ما ننساش الأسماء، أنا راه عندي شوية ديال الزهايمر ما تديوش عليا. المهم محمد المرأة ديالو أميمة، ونسميو الأخرى يعني أسماء. أوكي ماشي مشكل. أميمة يعني عايشة مع محمد بخير ولا خير، ترونكيل بخير. راكم كتعرفوا مناقشات زوجية كيكونوا. ولكن محمد يعني كما كنهضروا بين قوسين ما بقاش كيتقرب من المراه ديالو. وانتم راكم فهمتوني بلا ما ندخلوا للديتاي. يعني بحال تقولوا ديما الراجل والمراه بعض المرات كتجي واحد البرود عاطفي من الطرفين، سواء من المراه سواء من الراجل. ولكن هذا ما كيخليكش انك دير هذا الشيء اللي جاي في القصه في القدام، وما يخليكش انك تفكر انك تخون الراجل ديالك. واخا يكون واحد البعد عاطفي، راه ربما كيكون السبب هو نتيا اللي ربما ما موفرش لهذاك الراجل واحد الحاجه باش انه يعني يقدر يتقرب منك. حيت بعض المرات كنهملوا راسنا، نتوما راكم عارفين، سواء حنا الرجال سواء العيالات، سواء من الراجل سواء من المراه. بين قوسين انا ما كنلوم حتى شي واحد. يعني الا كنت انت والراجل ديالك، او لا انت والمراه ديالك، حاولوا انكم تقربوا من بعضياتكم وتعطوا داك الحب والحنان مع بعضياتكم. وحاول انت تقدي للراجل ديالك وانت تقدي للمراه ديالك، بلا ما نخرج لكم على الاطار القصه. أميمة كانت عندها واحد الصديقة ديالتها كما قلت لكم سميتها لمياء. على الله ما نكونش غلطت في الاسم. المهم سميتها لمياء حيت الأسماء غير مستعارة. سميتها لمياء. هاد لمياء هادي معروفة بين قوسين، المهم دعارة بمعنى الكلمة. تمشي مع هذا تمشي مع هذا. نتوما راكم عارفين المواقع بلا ما نهضر لكم بلا ما نعمق لكم بزاف. المهم راكم فهمتوا. كدير كاع داكشي اللي كيطيح لكم على البال دابا، كاع داكشي اللي كتفكروا فيه كديرو. ومع من كديرو ما كديروش مع عرب، انما كديرو مع افارقه. ما بغيتش نذكر المدينه، هادشي وقع في المغرب، ما بغيتش نذكر المدينه بالضبط. المهم بين قوسين راكم عارفين. هاد لمياء هادي كانت خفيفه، خف من رزقها. ودائما عند واحد، عند افريقي. ومشكله ماشي كدير معاه المهم داكشي اللي في بالكم، وانما داكشي علنيا، يعني في لي باج وفي المواقع. كملوا من عقلكم نتوما. واسمحوا لي الاخوان انا على هاد الالفاظ هادو، يعني راه كنحط لكم القصه كيف ما هي،
وكنطلب السماح يعني من العائلات اللي كيتفرجوا غير باش تتفهموا، باش توصل لكم القصه كما هي وكيف ما محطوطه. وما كنبغيش ندخل في لي ديتاي حيت عائلات ربما يبغوا يتفرجوا، دراري صغار او لا عيالات. المهم قلت لكم كدير هذيك لامية، كدير اي حاجه. المهم اللي طاح لكم هذا هاد البرد العاطفي او لا اللي جا للراجل من المراه ديالو اميمه اللي ما بقاش كيتقرب ليها، ماشي دام زعما نهار ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، مده ديال سنه، مده ديال سنه ما تقربش للمراه ديالو. حاجه باينه المراه راه حتى هي بالغريزه ديالتها، الغريزه ديال اي واحد بطبيعه الحال، ضروري تكون انت الراجل ديالك خاص الراجل ديالك يتقرب منك والمراه تقرب من الراجل ديالها. ولكن باش ان الراجل ديالك ما يتقربش منك مده اللي طويله راه ما يمكنش. هنا كتدخل هذيك السوسه ديال لامية. دخلات قالت لصاحبتها كيفاش انت يا اميمه راجلك ما كيتقربش منك عام، وكيفاش وانتيا وعلاش وزيدوا من هنا وطاطاطاط. المهم راكم عارفين الهضره ديال البنات، عمرت لها راسها مزيان وبقات كتدخل ليها الفكره اللي داير عليها الفيلم كامل فهاد القصه كامله. كتدخل ليها الفكره، قلت لها علاش حتى نتيا لبسي وديري واجي نوريك انايا. نتوما راكم عارفين البنات مع بعضياتهم كيتلاقاو راه كتبقاو يقولوا اي حاجه مع بعضياتهم، اي حاجه كيتذاكروها، المهم داخليه ولا خارجيه. كتعاود لها زعما شنو كدير هي مع دوك الافارقه ومن هنا وهادي. قالت لها لامية، قالت لها لا لا اميمه عفوا، قالت لها اميمه لا 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 انا ما نقدرش نخون الراجل ديالي. المهم خلاتها، قالت لها ماشي مشكل. المهم خلاتها واحد النهار ولا يومين وهي تعاود طرح ليها الفكره وكتبين ليها في التصاور والفيديوهات. والمهم كملوا من عقلكم شنو كدير وكذا. وميمه تخليها الوسواس في راسها، قالت علاش ما نجربش. وهنايا والتجريب ملي كتجرب واحد الحاجه وكتعجبك هنا كتوقع الطامه الكبرى وكتوقع الكارثه. المهم مشات مع لميا، قالت لها صافي نمشي معاك ولكن انا غير نشوف وهذه. قالت لها صافي ماشي مشكل. لميا واميمه هما يمشيو. اميمه كانت موجده اصلا هي شنو غادي دير. كانت موجده هي كانت يعني ديجا دايره مع واحد، وفاش لقات عليهم في الباب ودخلات لقاتهم اصلا هما بادين يعني الحياه ديالهم والتخربيق ديالهم اللي كيديروا. لقاتها موجده ليها واحد يعني اللي المهم كملوا من عقلكم موجده ليها لا. المهم دخلات هي وهي طاحت في الخيانه. ولكن فاش خرجات بحال تراجع مع الندم، بحال جاها الندم وخرجت من الدار كتبكي. المهم صاحبتها لميا قالت لها صافي خليها زعما فتره وغادي تفوت، ماشي مشكل فتره وغادي تدوز راكم عارفين. ولكن هنايا فاش كتبدا الكارثه. واخا مشات لميا كتبكي، ربما نقدر نكون قلبت لكم الاسماء وخربقتكم. المهم نتوما يسيروا معايا على القصه وصافي، المهم ما تديوش على الاسماء. واخا مشات كتبكي للدار ومشات مع الندم. ولكن علاش غادي ديري واحد الحاجه اصلا الا غادي يجيك الندم من بعد؟ مشات كتبكي مسحت دميعتها كذا ولكن عجبها الحال. المهم صاحبتها ما خلاتها واحد المده ديال يومين ولا 3 ايام، عاود صونت لها قالت لها اجي نتلاقاو من هنا كيفاش. وراكم عارفين البنات الحلاحه كيما كيقولك الحلاحه غلبت السحاره. بقات كتبحث عليها كتقول لها يعني ما بحتاج بدات لها اللسان ديالها بهذا المعنى هذه وعرفاتها بان عجبها الحال. قالت لها وعلاش ما نعاودوش نديروها. قالت لها لا صافي انا يا تابت وما نقدرش وهذه. قالت لها صافي. المهم خلاتها على خاطرها. مشات واحد مده ديال واحد الشهر ولا وهي تعاود ترجع لنفس القضيه، طاحت عاوتاني في المنكر وفي الفاحشه مره اخرى. المره الثانيه والمره الثالثه والمره الرابعه قالت اش ندير ما ندير. نتوما راكم عارفين تكون في واحد الحي شعبي، مرة مغربيه كتجي لواحد الانسان اللي افريقي، وسمحوا لي على افريقيا كلنا من افريقيا ولكن نتوما راكم عارفين الافارقه لتحت. قالت لها علاش ما ديرش واحد القضيه انه يبقى يجي عندك للدار او الدار الراجل كيفاش. قالت لها بقى يلبس الخمار وكذا وهذا. داكشي اللي دارت الراجل
شاف المراه ديالو تبدلت، ما بقاش كتقرب منه، ما بقاش كتسوق ليه. الراجل عاود جا داك الحنين ديال انه يرجع للمراه ديالو باش انه بدا يتقرب منها. ولكن ملي كيتقرب منها كيلقى داك يعني داك الجفاف العاطفي كيف ما كنقولوا حنايا، يعني ما كتحسش به ولا ما كتحس بالمعيشه ديال ديك، يعني ديك الاجواء الرومانسيه مع بعضياتهم ما كتحسش بها هي نهائيا. دخلوا الشك، قال كيفاش؟ ما يمكنش، انا ما كنتش كنتقرب لها، هي كانت باغياني، دابا ملي انا جيت لعندها هي بقات هاملاني، كيفاش البلان؟ المهم بقاو كيدخلوا الوساوس. هو افريقي بقى كيجيب بالنقاب، دابا رجعوا للنقاب واللي دار وداكشي باش يبقى يدخل المراه ديال محمد ودير المنكر والفاحشه في البيت ديال الحياه الزوجيه ديالتها مع الراجل ديالها. تخيلوا معايا الوقاحه فين وصلت. محمد شك، كيفاش هاد المراه ديال كدير النقاب؟ ما يمكنش، انا مرتي ما عندهاش شي صاحبتها كدير النقاب، شكون هادي اللي كدير النقاب؟ دخلوا الوساوس، قال اش ندير ما ندير. هو كيطيحوا عليك الوساوس وكيطيحوا عليك شي افكار، صافي راه خصك دير اي حاجه باش انك تكتشف داك الامور اللي كتوقع. قال اش ندير ما ندير، اجي نديرو نزرع واحد الكاميرا صغيره، انا صاحبي كيقد فات ديال الكاميرات وبروفيسيونيل، علاش ما نديرش واحد الكاميرا؟ ومرت عليها مشيت قلت لها ندير كاميرا ولا غادي ربما ما يعجبهاش الحال، ربما تقول لا صحاباتي كيجيو، ولا انا نديرها في الخفاء ديالها ملي ما تكونش هي في الدار. مشى صاحبو قالها لي، قال لي ودي انا بغيت ندير واحد الكاميرا كيفاش انت راك عارف الزمان والدنيا هادي، المهم جايه ناقصه تقول لصاحبك راه انا كنشك في مرتي كتخوني، جايه ناقصه. قال له صاحبو صافي راه عندي واحد الكاميرا كيفاش درت انستالي. مشى بالفعل انستالاها، وقبل ما توقع الكارثه الكبرى اللي وقع عليها كاع القصه كامله، فزع الكاميرا بدا كيشوف ديك المراه داخله. وانتم الخبر في راسكم، الافريقي يعني داخل داير النقاب، ولكن كيدخلوا ديريكت للبيت النعاس ديالهم، كيصبروا واحد المده وكيعاودوا يخرجوا داير النقاب. المراه الاولى شافهم، المراه الثانيه، المراه الثالثه، قال صافي ربما هادي غير صاحبتها، وحتى انا حط البطل على مرتي. الله ينعس الشيطان، حتى انا راه هادو غير عيالات مع بعضياتهم، ربما كيدخلوا للبيت كتوريها شي حاجه، ولا راكم عارفين العيالات مع بعضياتهم. وعاد جا واحد الراس اخر كيقول ليه لا عرفتي اش دير؟ حتى كان باغي يحيد كاع الكاميرا، قال عرفتي بلاتي انا نزيد نخليها واحد السيمانه ولا شهر كاع ما خاسر انا والو. وهذا القرار اللي اتخذوا هو القرار اللي يقرب المجرى كامل ديال هذه القصه هذه. وهنا فاش غتوقع الكارثه العظمى. في واحد النهار كيقلب، طق حيت داير هو الكاميرا دايرها اون ديريكت، يعني لايف، يعني ماشي زعما عاد كيبقى يقلب هو ولا لا، اون ديريكت كيشوف داكشي. ها هو اللي داخله المراه، ولكن شده في واحد الشده في المراه ديالو ماشي شده عاديه. هو دخل التناوي، قال كيفاش؟ ولكن كاع عاوتاني مع راسو كيقول صافي حتى العيال، حتى حنا الرجال راه كنتعاملوا مع بعضياتنا وكندسروا مع بعضياتنا، نبداو نضحكوا ونشطوا. قال خليني نكمل نشوف اشنو غيوقع. دخلت بالخمار وهي تخرج وما دايراش الخمار، وهنا كانت الطمه الكبرى. هنا وقعات اكبر جريمه اللي ممكن انك تسمعها. وكمل معايا وحل معايا ودنيك، حل معايا ودنيك مزيان شنو وقع. ملي كيشوف افريقي مع المراه ديالو، السيد بحال زرعتي ليه موس في الصدر ديالو. هادشي اللي واقع. ما تحسابو مشى عيط للبوليس ولا قال غنشدهم بالجرم يعني متلبسين، لا. شنو دار؟ عنده واحد الميطيره كان ديجا موجد واحد المضايه كبيره، مهم مزدام قال دايرها في الكريسه ديال اللور ديال الموتور ديالو، جاي مورك. الاخرين سمعوا الدقان، او بالاحرى ماشي سمعوا الدقان، حل عليهم الباب ديريكت ودخل عليهم، شلض يا ما تشلض، شلض يا ما تشلض. المهم الخبار في راسكم، نتوما تخيلوا المنظر كيفاش غادي يكون. محمد ارتكب اكبر جريمه اللي ما يمكنش يديرها اي واحد، ولكن ممكن انها تكون ضغوطات نفسيه. الله يحسن العون، انت تشوف المراه ديالك تحس لها بخيانه، بالجرم، مشهود، كتشوف كلشي بعينك، غتقدر دير اي حاجه. انا ماشي كان ايدو
وانما كنقول ليه الله يحسن ليه العوان، يعني الله يحسن ليه العوان. فجاو البوليس، اش غنقول لكم، كيجمعوا داكشي اشلاء، يعني كيجمعوا داكشي. المهم كملوا من عقلكم. قالوا ليه لوح المو سلاحو، استسلم، مينطوه وتحكم عليه بالقنبه اولا بالاعدام. ولكن الاعدام كيف ما عارفين الاعدام ما كيتطبقش، تحكم عليه بالمؤبد. والى هنا كان معكم اسماعيل العلوي. كنتمنى ان القصه تنال الاعجاب ديالكم. خلوا لي الاراء ديالكم في التعليقات وقولوا لي يعني الامر اللي داروا، يعني هادشي اللي داروا محمد واش كان صحيح او لا كان عليه يخبر البوليس، او لا شنو لو كان كنتي انت في المكان ديالو شنو كنتي غادي دير. تهلاو لي في راسكم، بيس ليكم، كل نهار قصه جديده، كل نهار عبره جديده. تهلاو لي في راسكم.